تشكيل الاهلي الافضل والمتوقع لمواجهه مازيمبي في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. 3 تشكيلات للاهلي في حاله جاهزيه مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، مش هقول لك امام عاشور وديانج، في حاله جاهزيه 2 بس. 3 تشكيلات متوقع الاهلي يلعب بيهم في حاله وجودهم الاثنين، او في حاله غياب حد فيهم، او في حاله غياب الثنائي. الاهلي عنده 3 تشكيلات يقدر يكسب بيهم مازيمبي. وركز معايا كويس جدا في الفيديو، وما تنساش يا صديقي ما دام وصلك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب، ولو المحتوى ده كويس او مش كويس علشان يرشحه لغيرك فما تبخلش علينا بيه. التشكيل المتوقع والافضل بالنسبه ليا في حاله وجود مروان عطيه واحمد نبيل كوكا في الملعب: في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، قلبين الدفاع محمود متولي محمد عبد المنعم، باك شمال علي معلول. وهنا نقطه ونقف مع محمود متولي. محمود متولي شفناه في مباراه الاهلي مع مازيمبي هناك في الشوط الثاني، نزل كان باين عليه ان هو فت بدنيا جاهز، والحمد لله مفيش عنده اصابات. فاذا محمود متولي يقدر يبدا المباراه ويقدر يلعب مباراه كبيره. محمود متولي اهم في المباراه دي من وجود رامي ربيعه. وجود محمود متولي اهم، وده لسببين. السبب الاول زي ما قلنا ان محمود متولي تحس ان هو جاهز وفت ومفيش عنده اصابات، ويقدر ان هو يتوقع الكره بشكل صحيح، ويقدر ان هو يكون افضل داخل الملعب في بناء الهجمه، في قرارات داخل الملعب. والسبب الثاني ان رامي ربيعه مش في افضل حالاته، وكمان مش في افضل حالاته بدنيا، وتحس ان هو وزنه زايد شويه، فرامي ربيعه محتاج ان هو يرتاح. وهنا تقدر تبدا بمحمود متولي. محمود متولي بيتوقع الكره بشكل صحيح جدا، بيقدر ان هو يروح للكوره من غير تهور، وده مش موجود في رامي ربيعه الفتره الحاليه. فريق مازيمبي بيلعب على السرعات، بيلعب على المرتدات قدامك على استاد القاهره، فانت طبيعي ان انت ما يكونش عندك ارتباك، ما يكونش عندك تهور، يكون عندك توقع للكوره بشكل صحيح وتقطع الكوره بدون اخطاء، وده ان شاء الله يكون موجود في محمود متولي. في نص الملعب مروان عطيه في مركز رقم 6، على يمينه محمد مجدي قفشه، وعلى شماله احمد نبيل كوكا. ده نص الملعب في حاله وجود او في حاله جاهزيه مروان عطيه واحمد نبيل كوكا. في الثلاثي الامامي على اليمين رضا سليم، وفي نص او في الهجوم وسام ابو علي، وعلى الشمال احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لازم يكون مفتاح لعبك في المباراه دي. احمد عبد القادر في مباراه مازيمبي بالذهاب ما قدرش يعمل مراوغات صحيحه ناجحه كتير، لكن ارضيه الملعب ما ساعدتش، الاداء او الجو ما ساعدش. لكن هنا على استاد القاهره يقدر يعمل مراوغات ناجحه، يقدر يكون لاعب مؤثر، يقدر يسجل اهداف ويصنع اهداف ويعمل قلق. فوجود احمد عبد القادر شيء مهم جدا. كمان رضا سليم بشوف ان هو يكون احسن من بيرسي تاو اللي لسه راجع من الاصابه، فخليك مع رضا سليم. ورضا سليم يقدر يصنع الفارق، ويقدر يكون قوي، ويقدر يكون في المرتدات بيرجع بسرعه. علشان كده رضا سليم احسن من بيرسي تاو، وتخلي بيرسي تاو على الدكه. راس الحربه عندك مهاجم هجام، مهاجم بيضغط بشكل قوي جدا، بيعمل قلق للمدافعين، بيضغط باستمرار وبشراسه، وكمان بيقدر يتحرك خلف المدافعين بشكل كويس. وغير كل ده مهاجم هجام بتقدر تلعب عليه العرضيه، بيقدر يطلع لها، بيقدر يلعب برجله اليمين والشمال. فانت محتاج ده من المهاجم، مش محتاج اكتر من كده، وده موجود في وسام ابو علي. علشان كده هو راس الحربه الاساسي. ليه بقى قفشه صانع العاب، وليه قفشه مش السوليه؟ ليه قفشه داخل الملعب؟ لان انت وجود صانع العاب في المباراه دي هيديك افضليه، او يديك ان انت تثبت ان انت تصنع اهداف، هيكون نسبه عاليه جدا. وجود الكره في رجل قفشه بيقدر ان هو يلعب ثرو خلف المدافعين، يقدر يطلع المهاجم يخليه هو والمرمى، نسبه ان الكره تروح انفراد هتكون عاليه. قفشه بيقدر يصنع اهداف حتى لو المستوى ما بيبقاش في افضل حالاته، لكن ممكن يوصلك بكره واثنين للمهاجم للاجنحه للاعب نص الملعب، يقدر يعمل عرضيه او بينيه ما بين المدافعين. قفشه وجوده مهم جدا في المباراه دي. ده التشكيل في حاله وجود مروان عطيه واحمد نبيل كوكا في قمه مستواهم، او ان هم في قمه جاهزيتهم ويقدروا يلعبوا المباراه ما فيش اي اصابات. طب في حاله غياب مروان عطيه، وده ممكن يبقى اقرب، في حاله غياب مروان عطيه بشوف ان انت تشكيلك زي ما هو، لكن باختلاف ان انت هتنزل اكرم توفيق مكان مروان عطيه. واكرم توفيق هيكون صداده، اكرم توفيق يقدر يقدم الدور ده بشكل كبير جدا، يقدر يكون في مركز رقم 6 افضل من 8، يقدر يبني الهجمه ويقدر يتوقع الكوره، ويكون زي ما بيقولوا كده صداده الشاش بيلم على الجميع. فاكرم توفيق بدنيا هيكون في المباراه دي جاهز ويكون افضل ويقدر يلعب الدور ده، وده انا محتاج اشوف اكرم توفيق فيه. طيب في حاله غياب الاثنين، ودي التشكيله الثالثه، في حاله غياب مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، بشوف ان انت برضه ما تديش للسوليه في مركز نص الملعب او في ناحيه الشمال، ادي لكريم نيدفيد. وده ناس كتير هتعترض عليه، لكن كريم نيدفيد مش وحش. كريم نيدفيد راجع من الاصابه ولعب قدام الزمالك، والتدخلين اللي حصلوا من كريم نيدفيد هم بس اللي كانوا يعني اثروا على مستواه. لكن كريم نيدفيد يقدر يكون لاعب حركي ونشيط، يقدر يستخلص الكره من اقرب مكان، ويقدر يضغط في كل مكان، وده انت محتاجه في لاعب في نص الملعب. لكن السوليه الفتره الحاليه بقى بطيء،
سولية قراراته او باصاته معظمها غلط، بيخسر الكره بشكل كبير جدا. فانت مش محتاج السولية في المباراه دي، لان انت محتاج يكون في لاعب بيمسك الكره، وفي نفس الوقت عندك لاعب زي كريم نيدفيد بيتحرك وبيغلط وبيضغط على الجميع في نص الملعب. فده التشكيل سواء بوجود مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، سواء في غياب احمد نبيل كوكا، في وجود احمد نبيل كوكا تشكيل، او في وجود مروان عطيه واحمد